ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ظلم وحيف وقع على أتباع شيعة أهل البيت أعلى الله مقامهم من أن الشيعة يطعنون بعرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحاشاهم. أحبتي الكرام، هذا تحدي أطلقه أنا الآن من هنا، وعندي برنامجي في برنامج البث المباشر الذي في كل يوم عدا الثلاثاء والأربعاء، وأبدأ من الساعة 9 بتوقيت المدينة المنورة والنجف الأشرف، وأبين بها إلى الآن الحلقة الثالثة طبعا، وسنستمر في هذا. أبين من خلاله أن الطعون التي جاءت في عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي من كتب أهل السنة، وهذا تحدي لكم. إن كنتم رجال كما تزعمون، إن كنتم رجال كما تزعمون فاخرجوا معنا في مناظرة، اخرجوا معنا في مناظرة يعني نبين الحقائق. الذي يطعن بعرض رسول الله هي كتبكم، وهي كتبكم من الناحيتين، من ناحية الطعن بعرض رسول الله بالخيانة الزوجية في كتبكم، أما في السيرة فحدث ولا حرج، السيرة أمر آخر. الآن أحبتي الكرام، هذا تحدي آخر. القوم يكيلون بمكيالين. القوم لا علاقة لهم بعرض رسول الله. هؤلاء مجموعة من المخالفين، وبالخصوص الوهابية، هؤلاء يتخذون من عرض رسول الله مجرد أداة ليوهموا العوام، أؤكد يوهموا العوام فقط، يوهموا العوام، ويريدون من خلاله أن يستدروا هذا العطف. أنا أقول أن في كتب أهل السنة هناك رجل فاسق فاجر منافق ناصبي يتهم كل أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالزنا، وحاشا عرض النبي أن يقع في الزنا، ولكن كتبكم توثقه، بل أنكم تصرون على وثاقته وعدالته. فلماذا الكيل بمكيالين؟ لماذا تدافعون عن هذه الشخصية؟ وهذا يحتاج وحده لمناظرة. فإن كان فيكم كفؤ، إن كان فيكم رجل، يا من تخرجون على الفضائيات ويا من تخرجون على قنوات اليوتيوب، رتبوا مناظرة ومستعد أناظركم في أي مكان في هذا الموضوع. إلى هنا أحبتي الكرام أنا أكتفي، وأقول وأكرر التحدي أن الذي يطعن ويتهم عرض رسول الله هي كتب أهل السنة. وحلقاتنا بدأت، الحلقة الثالثة وصلنا لها، وسنستمر في هذه ونبين الحقائق إن شاء الله، أن كتبكم يا أهل السنة هي الطاعنة بعرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأكملنا أحبتي الكرام الحلقة 11، يعني 11 حلقة قدمنا في هذا الموضوع، ولا نجد من يستطيع أن يحاور أو يناظر في هذا الموضوع. السلام عليكم.